عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائنا الكرام، أسعد الله أوقاتكم في كل مكان أينما كنتم. طبعا النهاردة ماتش مصر وكرواتيا، وكل التوفيق لمنتخبنا، وألف سلامة لإمام عاشور، وألف سلامة لزيزو، وألف سلامة لكل لاعيبة مصر وكل لاعيبة أندية مصر، أهلي زمالك إسماعيلي. الناس اللي فرحانة في إمام إنه اتصاب يا جماعة، ما يصحش يا جماعة، يعتبر أخوك، يعتبره ابنك. يعني أنا ما وصلناش للدرجة دي. لعيب زي ما قلنا انتقل لنادي خلاص ماتت و تمام، مسيرك تتعاقد مع صفقة تانية مع النادي ده ومع النادي ده والدنيا تمشي. لكن لعيب مثلا بيصرف على أسرة أو كده، هو يعني فهمني، تتمنى له الشر وكده، يعني ما ينفعش يا جماعة. المهم يا جماعة اللي هم بيحبوش يعني أعداء، سميهم أعداء كابتن حسام حسن، ربنا يهديهم. فهم طبعا محضرين سيناريوهين. لو فاز حسام على كرواتيا هيقول لك يا عم ده كانوا جايين يتفسحوا، والناس دي جايه مش عارف مودريتش يعني، والناس دي وراحوا زاروا الاهرامات وجايين تعبانين، زي ما حصل قبل كده لما الاهلي لعب ريال مدريد، وقال لك يا عم ده الناس جايه بتهزر وجايه بتضيع وقت وكده هون. لو فاز حسام النهارده على مودريتش وكرواتيا هيقول لك يا عم ده كانوا زي ما احنا قلنا ده كانوا بيتفسحوا وجايين يفكوا نفسهم وكده هون. ولو مودريتش وكرواتيا كسبت حسام هيفضلوا يسن السكاكين بتاعتهم على حسام، ومش قلنا لكم يا عم انت هتروح فين في مودريتش، هتروح فين في كرواتيا، ده كرواتيا غسلتنا. فماشيين على اي اتجاه وبياكلوا عيش على اي حد. يعني نتمنى، الواحد كره القنوات وكره يتفرج على القنوات من انتقادهم لكابتن حسام حسن. حسام قعد، حسام مشي، شوف حسام بيكلم ابراهيم، شوف حسام مش عارف ايه، حسام خد لعيبه الاهلي، حسام مش عارف ايه. مستكترين على كابتن حسام يمسك منتخب مصر ليه؟ انا مش عارف بصراحه يا جماعه. ده اقل واجب هيوفر زي ما قلنا على مصر دولارات، والبلد في احتياج لاي دولار يا جماعه. ليه كده؟ ده ابن مصر ويمد لمصر زي ما قلنا. ما اعرفش ايه اللي كميه الانتقادات دي وكميه الغل من كابتن حسام. تمام، واحد كان مثلا معاه وما وصلش زي حسام عمال ينتقد فيه ويقطع فيه. والمشكله ما بتجيش غير من اهل البيت زي ما بيقولوا، اللي هم كان معاهم اصحابه في الانديه، او تمام زمايل في المجال الرياضي. يا عم اديله فرصه، قلنا اديله فرصه يا جماعه، نتقي الله. حسام مش عارف حماسي، حسام مش عارف ايه وشفنا الناس اللي عماله ما تفهمش يعني ايه المطلوب من الحمله الشرسه دي على كابتن حسام حسن. ما تعرفش حمله ما اعرفش موجهه دي ولا ايه. هو لسه ده الراجل ما مسكش اسبوع يا جماعه. نتقي الله، نتقي الله وخلي الراجل يمشي. واقل شيء حسام كان ممكن قال لك اعتذر عن البطوله دي. ما فيش، الراجل لسه ما مسكش، قالوا له في بطوله مش عارف بعد 4 5 ايام، واحنا عارفين ان مش حسام اللي يرفض، حسام هو التحدي. قال لك ماشي يا عم شغال والعب البطوله دي، وما كانتش في مصر زي ما احنا عارفين، وانتقلت كانت في الامارات زي ما كلنا عارفين وحضراتكم عارفين. وحسام قال لك ماشي يا عم انا العب البطوله وكده هون، هجرب وكده وهي هتتحسب عليه، يعني نتائجها هتتحسب عليه. برضه الراجل ما فيش اي مشكله وقال لك العب البطوله. تطلع ناس تقول لك كل دي لعيبه الاهلي واخدها، كل دي مش عارف. ما هو يا جماعه الناس بتزعل من الكلام. طب ما هو الاهلي بيكسب ولا بلاش عشان ما حدش يزعل. فاهمني؟ الناس اللي هي فورمه والناس اللي هي اخر اللي شغاله في افريقيا وكده، هو الراجل خدهم. يعني هو ما برضه يعني اسمه ده مصطفى محمد ده مش من الزمالك. مصطفى فتحي ده اسمه ده فتحي ده مش من الزمالك. عواد مش من الزمالك. زيزو الراجل مصاب، ما هو مش من الزمالك. امام عاشور ما هو لسه جاي من الزمالك. يعني اعقلها يا جماعه. بص كل لعيب هتلاقي ده كان لسه الاهلي متعاقد معاه، كان جاي من النادي الفلاني وده مش وكده. هتلاقي كلها، هتلاقي الاهلي والزمالك، ما هم كل لعيبه مصر، ما هم جايين من كل لعيبه مصر. لعيبه الاهلي والزمالك دي لو بصيت عليهم هتلاقي ده مش عارف كان فين، وده كان مش عارف في سموحه، وده في انبي، وده وكده اهو. فنزق يا جماعه مع كابتن حسام حسن يا جماعه. الراجل ما كملش اسبوع وانتقادات وكده هو. والله يا عم كتر خيره الراجل، والله العظيم يا عم. في ايه ده؟
يعني حمله شرسه على كابتن حسام حسن في كل القنوات ويجيبوا له الجماعه بتوع الفضائيات وكده، ويجيبوا لك ايه، واحد زي ايمن عبد العزيز، واحد زي ضياء السيد، واحد زي مش عارف ايه، الناس اللي كانت لسه ايه سايبه المنتخب. يعني انتوا يعني ما تفهمش انتوا قصدكم ايه، او يعني ممكن انت مش قصدك، يعني انت بتجيب الناس